انت المفروض دلوقتي عارف ان الالكترون بيتصرف شويه كموجه وشويه كجسيم، وعملنا التجربه بتاعه الدبل سلات اكسبيرمنت واللي وضحت لنا ان اوقات الالكترون بيتصرف كموجه وكجسيم، والحاله اللي الالكترون بيكون فيها عباره عن موجه دي بنسميها السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن هي الحاله اللي بيكون فيها الالكترون موجود في كل الاماكن في نفس الوقت. السوبر بوزيشن بيكون فيها الذره او الجسيم في حاله عشوائيه وغير محدده، او هو بيكون موجود كل الاحتمالات في نفس الوقت. يعني الالكترون لما بيكون في حاله السوبر بوزيشن دي او في حاله ان هو يكون موجه بيكون موجود في كل الاحتمالات اللي المفروض يكون موجود فيها ده في نفس الوقت. والسوبر بوزيشن دي هي الحاله اللي بتوصف كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجوده ده لاي حدث ممكن انه يحصل. سنه 1935 العالم إيروين شرودنجر عمل تجربه ذهنيه او تجربه فكريه، يعني ما قامش عملها فعليا، هو عملها بس جوه دماغه او تصور ذهني، انه جاب صندوق وهيحط جوه الصندوق ده قطة، وهيحط مع القطة دي مادة مشعة. المادة دي ممكن تتحلل بنسبة 50%، يعني ممكن تتحلل وممكن ما تتحللش. بنسبة 50% المادة دي هتتحلل أو هتشع، وبنسبة 50% المادة دي مش هتتحلل وبالتالي مش هتشع. لو حصل والمادة دي اتحللت القطة هتاخد الإشعاع ده وبالتالي هتموت، ولو ما اتحللتش وده يبقى من حسن حظ القطة يبقى مش هيحصل لها حاجة وبالتالي هتعيش. بيوصف شرودنجر أو بتوصف ميكانيكا الكم الحدث ده بإن القطة عايشة وميتة في نفس الوقت. ده قبل ما نفتح الصندوق ونعرف المادة دي اتحللت فعلا ولا لا. طالما الصندوق مقفول هتفضل القطة من وجهة نظر ميكانيكا الكم عايشة وميتة في نفس الوقت، لأن الاحتمال الأول إن المادة هتشع وبالتالي القطة هتموت، والاحتمال التاني المادة مش هتشع وبالتالي القطة هتعيش، واحنا ما قسناش يعني ما رصدناش. طالما ما رصدناش وفتحنا الصندوق وشوفنا ايه اللي حصل، فالقطه عايشه وميته في نفس الوقت. الاحتمالين موجودين على حد سواء. القطه جوه الصندوق موجوده في مزيج من الحالات الكميه المختلفه اللي المفروض القطه تكون عليها، وفي المثال ده او في التجربه دي هم حالتين بس، يا اما عايشه يا اما ميته. وبالتالي القطه عباره عن مجموع موجتين، موجه بتقول انها عايشه وموجه بتقول انها ميته. والقطه مش عايشه ومش ميته، وعايشه وميته في نفس الوقت. واحنا ما نقدرش نحدد طالما الصندوق ده مقفول. طول ما الصندوق ده مقفول هتفضل الاحتمالات كلها قائمه ومتساويه، هتفضل القطه عايشه وميته في نفس الوقت، ومش عايشه ومش ميته في نفس الوقت. والطريقه الوحيده لمعرفه ان القطه دي عايشه ولا ميته هو فتح الصندوق. فتح الصندوق ده بنسميها عمليه الرصد او القياس. طالما فتحنا الصندوق احنا كده عملنا عمليه قياس او عمليه رصد. الرصد هيخلي الويف فانكشن تنهار. يعني ايه ويف فانكشن او داله موجيه؟ ده من المره اللي فاتت، روح اعرف بقى وتعالى كمل معايا. اول ما نفتح الصندوق ده بيخلي الويف فانكشن تنهار او الداله الموجيه دي تنهار، وبمجرد انهيار الداله الموجيه هيظهر احتمال واحد بس، وهو الاحتمال اللي تم رصده فعلا. وده لا يعني بالضروره ان الاحتمال التاني ما حصلش. كمل معايا للاخر. طبعا تجربه شرودنجر دي رغم انها تجربه ذهنيه، يعني محدش قام عملها بالفعل، الا انها بتفتح تساؤلات كتير جدا. القطه دي فعلا عايشه ولا ميته؟ القطه وهي جوه الصندوق في حاله السوبر بوزيشن دي، يعني موجوده في كل الاحتمالات اللي المفروض تكون عليها، هي دي حاله السوبر بوزيشن. شرودنجر بيقول طالما الصندوق كان لسه مقفول وما اتفتحش فالقطه هتفضل عايشه وميته من وجهه نظر الكوانتم فيزيكس، وصاغ الكلام ده بمعادلات بتوضح ان كل الاحتمالات موجوده في نفس الوقت، والرصد او القياس او المراقبه بيخلوا احتمال واحد من الاحتمالات الكتير دي كلها تظهر. وده برضه لا يعني ان الباقي ما حصلش. ممكن يكون حصل بس ما تقاسش، ممكن يكون حصل بس ما اترصدش، ممكن يكون حصل في كون تاني. والحقيقه ان كل حاجه مش متشافه او مش مرصوده هي في حاله السوبر بوزيشن دي. بص تخيل ان انت موجود جوه بيت، يبقى انت بالتالي مش هتشوف القمر طالما انت مش شايفه او مش بتقيسه باي وسيله ما او باي اداه او اي عمليه رصد او مراقبه من اي نوع. صدقني القمر بيكون موجود في حاله السوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن بمعنى ان هو موجود في كل الاحتمالات اللي محتمل انه يظهر فيها، اللي هي من ضمنهم ان هو ممكن ما يكونش موجود اصلا. مجرد عمليه الرصد او القياس ده هيحتم على احتمال واحد من الاحتمالات دي كلها انه يظهر، فيظهر لك القمر في شكل واحد. ده لا يعني ان باقي الاشكال او باقي الاحتمالات مش موجوده. يعني هو كان موجود في حاله السوبر بوزيشن، ولكن عمليه الرصد اختارت احتمال واحد بس هو اللي هيحصل. فكان في ناس رافضه الفكره دي او رافضه ميكانيكا الكم كلها، سواء من الناحيه العلميه او من الناحيه الفلسفيه او من الناحيه الدينيه اوقات. قبل الكلام ده بقى كده بكام سنه جه عالم اسمه هايزنبرج ده عمل مبدا اسمه مبدا الشك او مبدا العدم التاكد. احنا مش متاكدين من ايه؟ قال مستحيل نحدد موقع وسرعه الالكترون الاثنين في نفس الوقت. فانا لو جيت اقيس سرعه الالكترون مش هعرف احدد موقعه، ولو جيت احدد موقعه مش هعرف احدد سرعته. يعني لو عايز تحدد سرعته كانك بتقول انه موجه، ولو عاوز تحدد مكانه كانك بتقول انه جسيم. في حاله ان الالكترون موجه ان هو موجود في كل الاماكن اللي المفروض يكون موجود فيها
فيها، هي دي حاله السوبر بوزيشن. في الحاله دي وفي الوقت ده نقدر نحدد سرعته. اول ما نيجي نحاول نقيس او نرصد مكانه تنهار الداله الموجيه دي ويقل القياس في معرفه السرعه عشان يزيد القياس في عمليه المكان. كل ما نزيد احتماليه معرفه مكان الالكترون هتقل احتماليه قياس سرعته، وكل ما تزيد عمليه قياس سرعته هتقل عمليه معرفه مكانه. يعني الاثنين مع بعض ما ينفعوش في نفس الوقت، هو حاجه من الاثنين، يا اما الالكترون موجه وبالتالي نقدر نحدد سرعتها، يا اما الالكترون جسيم وبالتالي نقدر نحدد مكانه. الاثنين مع بعض مش جايه، مش جايه صدقني. نيجي بقى علشان نعرف هو موجود فين بالظبط، تنهار الداله الموجيه ويختار المكان اللي هو المفروض يكون فيه او احتمال يكون موجود فيه. بص اختصار ده كله، عاوز تعرف مكانه انسى سرعته، وعاوز تعرف سرعته انسى مكانه. ودي حاجه بتقتل وبتنهي الفيزياء الكلاسيكيه تماما، من اول قوانين نيوتن لحد قوانين اينشتاين اللي بتوصف حركه الاجسام. عادي الاثنين كان ممكن يحصلوا، احنا عادي نقدر نحدد موقع وسرعه الالكترون في نفس الوقت، او اي جسم بشكل عام نقدر نحدد موقع الجسم وسرعته قد ايه. بس ميكانيكا الكم وضحت ان الصفتين دول ما ينفعش نحددهم في نفس الوقت، هي واحده، ولما نزيد قياس واحده التانية هتقل على حسابها. الكلام ده لا ينطبق على الالكترون فقط، الكلام ده ينطبق على كل الاجسام بما فيهم انا وانت وكلنا يعني، والكوكب والكون كله، كلنا ويف فانكشن. طبعا اللي كل مره بيسمع الكلام ده ويتقمص ويتضايق اينشتاين لما سمع الرجاله بتقول الكلام ده برضه زعل واتضايق. قال انا وانا مش باصص للقمر اكون حابب ومتاكد ان هو موجود حتى لو انا مش باصص له، لدرجه ان هو كان زواره الناس ضيوفه لما كانوا بيجوا البيت كان يسالهم هو القمر موجود عشان فيه فار باصص له. قاسوا يعني قياس فيزيائي، ما ده مش منطق. وبين التقدم اللي عمله الفيزيائي الايرلندي العبقري جون بيل ان اينشتاين وفريقه كانوا غلط، وانه فعلا ما ينفعش نحدد موقع وسرعه الالكترون في نفس الوقت. والتجارب دي حديثه، الكلام ده تقريبا من 20 سنه بس، انه يستحيل فعلا تحديد موقع وسرعه الالكترونات في نفس الوقت. اينشتاين كمان وقتها بدأ يتراجع عن افكاره وبدأ ينصف ميكانيكا الكم، وبدأ يتأكد ان فعلا ان هو كان رأيه ده كان غلط تماما، وان ميكانيكا الكم هي فعلا الواقع وانها مش شرط ابدا تكون منطقية. ده كمان وصى على جائزة نوبل لشرودنجر وهايزنبرج. وعلى الرغم ان ميكانيكا الكم بتفشخ المنطق والبديهية، وفعلا الكلام مش منطقي ومش مألوف بالنسبة للحياة اللي احنا بنعيشها وبنشوفها وبنرصدها، الا انها بتمتلك ميزة واحدة بس، انها صح. يا صديقي ميكانيكا الكم بتوصل دقتها لتقريبا 11 كسر عشري، يعني بتقدر تحسب لنا الارقام وقياسات وحسابات، يعني مفيش نظريات وقوانين ومعادلات بتوصل للدقة دي. في بقى خبر وحش يتعلق بالقطة. النظريات الحديثة بتقول ان القطة فعلا عايشة، ده لو انت قست انها عايشة، ولكنها ماتت في كون تاني او في عالم تاني، لان في اكوان متعدده، اكوان بتظهر فيها القطه في كل الاحتمالات التانية اللي انت ما رصدتهاش. انت رصدتها في الكون ده في حاله معينه، في اكوان تانية القطه كانت في الحالات التانية اترصدت برضه، بس مش منك او منك، بس وعي تاني، وعي مختلف. ما هو الوجود مرتبط بالوعي، والوعي يحتم الوجود. اتمنى تكون فهمتني وفهمت انا عايز اقول ايه، وقدرت تستوعب ميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم مش مفهومه وما تحاولش تفهمها، العلماء نفسهم قالوا ان احنا مش فاهمينها ومحدش فاهمها، احنا بس وقفنا نتفرج على ايه اللي حصل وصغناه وأرخناه وكتبنا المعادلات اللي بتوصف الكلام ده. اما بقى حوار الاكوان المتعدده فده استناني هجيلك احكيهولك مره تانية. وبس كده.